ايه رأيكم في التحلية التحفة الجامدة جدا دي؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهاردة معانا التحفة الجميلة اللي قدامكم دي. عملنا كيكة الفراولة من غير ولا كيكة ولا من غير فرن ولا من غير عجن ولا أي حاجة. تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا البسيط السهل الجميل ده اللي ممكن تحفظيه كمان لرمضان علشان تعملي الوصفة الجميلة دي. جبت عندي فضلة خير ربنا نص كيلو فراولة وقطعته زي ما انتوا شايفين كده مكعبات، وسط ولا صغيرة ولا كبيرة. هعمل النص كيلو كله واقطعه كله بنفس الطريقة. وبعد كده عندي فضلة خير ربنا برضو موز هقطعه برضو مع الفراولة. ولو انتي طبعا كان عندك اللهم صل على النبي اي فواكه تانية، تفاح مثلا حابة تحطي برضو براحتك. انا قطعت بقى الفراولة بتاعتي زي كده. وادي الموز عندي قسمت الصبع نصين كده واقطعه عادي حلقات كده او طرنشات. وبعد كده ايه هفضيه في قلب البولة اللي قدام حضراتكم ديت. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طريقة سهلة وبسيطة وتحلية جميلة جدا جدا من اللي تنفع لرمضان. و غير الكنافة يعني والقطايف والجلاش اللي بنبقى نعملهم حاجة وصفة سهلة وبسيطة ومن غير بقى ما تعملي تكلفي يعني، او من غير ما تكوني مثلا حابة انك تعملي حاجة سهلة وبسيطة ومنجزة بتخلص في 10 دقايق ربع ساعة بالكتير تكوني جهزتيها. جبت هنا عندي بقى بعد ما قطعت الموز، جبت عندي كيسين جيلي فراولة وفضيتهم في قلب البولة كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط عليهم كوباية مية سخنة بتغلي، مج كبير يعني، مش من بتاع الشاي، لا اكبر شوية. وبعد كده هدوب بقى كل الجيلي واتاكد ان هو داب تماما. وبعد كده احط عليه مج، نفس المج احط عليه مية ساقعة. مش عايزة ابقى يعني مخليه خفيف، انا عايزاه يبقى مركز. بعد كده جبت الصينية اللي قدام حضراتكم دي وفضيت فيها الموز بتاعي. وبعد كده هفضي الفراولة. طبعا الموز كان شوية صغيرين بس الفراولة طبعا كانت اكتر، بس عادي يعني اسفة، الكمية اللي عندك حطيها براحتك. وبعد كده صبيت الجيلي بتاعي فوق الفراولة والموز. وزي ما انتم شايفين كده عادي الرغاوي ديت عادي ما فيهاش اي مشكلة. ودخلتها بقى الفريزر طبعا عشان انا كنت مستعجلة عشان نكمل بقية الفيديو. جبت هنا كوبايتين لبن ودوبت فيهم كيس كريم كراميل وهدوبه كويس جدا جدا. وبعد كده هرفعه على النار في قلب في قلب حلة بقى، في قلب كسرولة اي حاجة، وافضل اقلب فيه كده زي ما انتم شايفين. وايدي ما تتشالش منه، فاهمني؟ لحد ما زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعي يتقل. وبعد كده هقوم جايه ركناه على جنب لحد ما يبرد. هنا بقى الجيلي بتاعي كان خلاص تماسك مع الفراوله، والكريم كراميل بتاعي كان هادي. كان هادي يعني كان دافي مش سخن، عشان ما ينفعش يا جماعه نحطه سخن عشان ممكن يسيح الجيلي، لكن هو كان دافي. صبيت بقى الخليط بتاعي كله كده. جبت هنا عندي اللي هو البسكوت بتاع الشاي، حطيته كده ورصيته زي ما انتم شايفين بطريقه بسيطه وسهله وجميله. من غير بقى لو انت عندك كيك او عايزه تعملي كيك وتبدليه بدل البسكوت براحتك، لكن انا قلت اما نعملها فكره بسيطه وسهله ومنجزه في نفس الوقت وتحليه بجد 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 يعني هتعجب الولاد كلهم لانها فعلا تحفه. ولو حبيتي تشتريه من بره لا بجد هيعدي يعني، هيبقى تمن خرافي. حطيته بقى، اخدته وحطيته في الفريزر بعد ساعتين طلعته، او عايزه تحطيه في التلاجة براحتك. هنا بقى جبت صينية وحطيت فيها مية سخنة، عدي على ايدك لحد 10. وبعد كده اقلبي الصينية بتاعتك هيطلع عادي بكل سهولة وبكل بساطة اهو. بصوا هناخده بقى نقوم قلبينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا بقى على شكله وعلى جماله وعلى بجد روعة 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 اهو. بصوا، ألف هنا وشفا يا جماعة، بألف هنا وشفا. طريقة سهلة وبسيطة وبجد شكلها تحفة وطعمها تحفتين، جميلة جدا جدا جدا. هوريها لكم بقى بعد ما قطعناها. بصوا شكلها جميل تحفة، بالهنا والشفا يا رب. وتحلية سهلة وبسيطة ومنجزة وهتعجب الولاد جدا وهتبسطهم جدا. يا رب دايما كده نبسط ولادنا بأبسط الأشياء وبأبسط الإمكانيات. بصوا طعمها تحفة، بألف هنا وشفا يا رب. متنسوش بالله عليكم تدعموا القناة
وتشيروا الفيديو كتير عشان تعملوا له مشاركة، وتشتركوا عندي في القناة عشان القناة كل ما اقول خطوة لقدام بترجع خطوة لورا. فبالله عليكم بالله عليكم ما تضيعوش تعبي، ونفسي ان انتوا تدعموني علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم، ويبقى ليا نفس كده وليا نفس تحفزني على اني اشتغل، لان في حد بيتفرج على فيديوهاتي. اشوفكم على خير، مع السلامة.